بالنسبه للتعيين ديال المدير الجديد، انا غنقول لكم وانا اسف، لانه مده 6 سنوات 3 المدراء عام تعاقبوا على الاداره ديال فوس بكره، فعن اي استقرار للعنصر البشري نتحدث. مهمه السيد المدير العام اللي تعين نهار الجمعه هي مهمه غادي تكون صعبه جدا بالنظر للواقع اللي كاين. حنا ما عندناش، ما كاينش حوار باش نفتحوا معاه، باش ابواب الحوار مغلقه لحدود الساعه، لا مع المدير المحلي الان ولا مع المدراء اللي قبل منه اللي فاش كانوا، ولا الاداره العامه بشكل عام. الوقفه الاحتجاجيه الغدا هو صوت سيصدح غدا ان شاء الله ربنا امام اداره فوس بكره، صوت غادي نوصلوا المعاناه ديال هذا، وغادي نوصلوا على انه هذا التسجيل العمل النقابي وصناعه الخرائط الانتخابيه لن تخدم قطاع المناجم في المغرب، قطاع الرشد. هذا التسجيل منظمه العمل الدوليه شارت له في العديد من هذا، وقالت على انه جريمه يمس في العمق الديمقراطيه التشاركيه اللي النقابات احد جزء منها، ونتمنوا على انه تنصت الاداره من بعد الوقفه. وكاين هذا برنامج للوقفات على مستوى المراكز كامله. فيوم الخميس الماضي كانت الوقفه في خريبكا، الاثنين كاينه الوقفه ديال العيون، الثلاث كاين الوقفه ديال بنقرير، الخميس كاينه الوقفه ديال اسيو، وهذه هي الوقفات ديال المراكز الاخرى. احنا حاولنا ما امكن ما نخرجوش الاحتجاج للشارع العام، حاولنا ما امكن علينا نتفاهموا الكراهات اللي كاينه وكراهات الانتاجيه، ومناضليننا ومناضليناتنا داخل الاوراش ساهموا ولا زالوا يساهمون باش هذا الباطو ديال الفوسفات يخرج، وباش في الانتاج ديالها. حاولنا ما امكن علينا نضبطوا الناس ونقولوا راه غدا ان شاء الله ربنا غتفتح سميتو، لكن الاذن صماء الحدود الساعه، وهذا يحيلنا على انه غادي تكون معركه ان شاء الله من هنا الى 2027. سنستعمل كاع الادوات المتاحه قانونا للنقابه، من الاحتجاج للاضرابات ان شاء الله، الاعتصامات، حتى يتحقق ان شاء الله ربنا المطالب المشروعه ديال الشغله ديال فوس بكره، واولها ملف ان شاء الله ربنا ديال المندوب الصحه والسلامه اللي غادي ان شاء الله ربنا لهن نتقدم فيه ميدانا، لانه قانونا نهيناه، باقي لنا الان نضال في الساحه، وفي القريب العاجل ان شاء الله ربنا يكون اولويه ملفنا ديال مندوب الصحه والسلامه. ملف السكن اولويه، لانه لا يعقل على انه كاع المراكز سالاو هذه الاشكاليه ديال السكن، بقات فوس بكره من 2007 الى اليوم، فهذا عار على جبين الاداره المحليه ديال فوس بكره. فيما يخص الاحكام القضائيه، هل تم تبليغها وتنفيذها عن الاداره ام اليس هناك لا زالت الاحكام لم تبلغ وتنفذ عن الاداره؟ لان هناك فيما يخص جلاله العدالة بالشكل القانوني كيكون الحكم وكيكون ديال نقض الابلاغ كيتم فيه التبليغ والتنفيذ. ربما انا حسب رايي المتواضع ان هناك ربما اشكاليه في التبليغ والتنفيذ. فيما يخص الاشكاليه ديال تبليغ الاحكام، كنعرفوا في القانون اصلا انه النقد والابرام ما كيوقفش تنفيذ الحكم، يعني خاصو يعطيني التعيين، تعطى التعيين ديال المندوب حق الصحه والسلامه، ديك الساعه تيخرج النقد والابرام، ديك الساعه كان صالحي الله يعاون، ما كان صالحي تعاد دير التعيين ديالك. الخرق اللي كاين هو انه التعيين جا حتى العيون، وتعرف دينا مفوض قضائي المندوبيه الجو ديال الطاقه والمعادن في العيون، وصرح على انه التعيين جا. نورمالمون لو كان كاين مشكل في التعيين او كاين اشكال في القضاء ما غاديش يتسنى التعيين عند السيد الوزير. السيد الوزير يسنى التعيين صيفط في العيون، لو ان دو صيفط العيون، وعلى اساس انه غيدنا مراسم ديال التعيين. كنتفاجئوا مباشره عنه كاين واحد التماطل. اول خرق هو هذا اللي قلت لك على انه خاصو يتعطى التعيين حتى يصدروا الاحكام، لانه النقد والابرام ما كيوقفش التعيين، باش التنفيذ ديال الحكم خاصو يتعطى التعيين، وديك الساعه اذا كان النقد والابرام بصالحنا هي هذيك، ما كان بصالحنا راه غيجدوا التعيين ديالها. هذا هو الخرق اللي كاين. ومشينا حتى النقد والابرام خرج التنفيذ، بلغنا هناك اراده مبيته باينه ومبيته، ووضحت لنا الان بعد الجمعه 15 مارس
على انه الاداره العامه ديال الفوسفات ومع الاداره المحليه ما باغياش واحد العين ديال الشغيله الفوسفاتيه، الشغيله ديال فوسبوكرا اللي عطاته باش مهمته ودوره على ان يوقف على الاوراش ديال العمل باش تكون البيئه ديال العمل امنه. حنا كنشوفوا الاوراش الصناعيه اللي كاينه الان، وكنتحدثوا على الميناء الجديد، كنتحدثوا عن المشروع الصناعي اللي كاين في فوسبوكرا اللي بين المهام ديال السيد مندوب الصحه والسلامه على ان الاخ مندوب الصحه والسلامه في الاوراش كامله على انه ينبه المخاطر اللي كاينه. ما باغياش بالعربي، ما باغياش عين ديال اللي تراقب هذا النوع. اذا هذه اشكاليه حقيقيه لدى اداره فوسبوكرا والاداره العامه، وتاكدنا على انه طرف اساسي في عدم تنفيذ هذا التعيين ديال الاخ مندوب حفظ الصحه والسلامه. ومن 2000 من دجنبر 2022 وحنا 2024 سنتين والشغيله كتعاني. اذا من المسؤول عن ذلك؟ هذه راهي تبقى وصمه عار على جبين المجمع. تفضل. سؤالي حول التجزئه، هي التجزئه كان شنو العائق الاساسي من يستفيدوا منها الموظفين؟ السؤال الثاني بالنسبه للعيوات، هو كاين محكمه اتصلت في المحكمه باش هذا التلاعب اللي واقع واش خارج الفوسفات لوبيات من بعض الفوسفات اللي محدده ولا وصل كتوجه اتهام بالفوسفات. احنا اولا كنعرفوا انه مباشره بعد نهايه الانتخابات الوزاره المعنيه اللي هي وزاره الانتقال الطاقه والتنميه المستدامه كتصدر النتائج ديال الانتخابات، يعني شكون اللي فايز. ملي كتفوز نورمالمون خاص الوزاره تجي دير لك التعيين. يعني لحد الساعه كنحملوا اولا الوزيره هي الاولى، فهمت، ومن ثم كنحملوا حتى الاداره ديال فوسبوكرا لانها طرف، حتى الاداره المركزيه، لانه بعد نهايه كل الاطوار ديال المحكمه كنتفاجئوا انه مباشره عقب منين تسنى الاشهر الجديده كاين بلوكاج ممنهج في مندوب ديال حفظ الصحه والسلامه، لانه لا يعقل على انه عام ونص دابا دازت في المنظر ديال مندوب حفظ الصحه والسلامه وما كاينش مندوب فوسبوكرا، مع ان الانتخابات تخطات في ظروف نزيهه شفافه، تم يعني الامضاء على التعيين وجا حتى اليوم. حنا لحد الساعه كنحملوا الوزاره، كنحملوا حتى الاداره المركزيه والاداره المحليه هذا البلوكاج ديال مندوب حفظ الصحه والسلامه. وكذلك في هذا المعطى ديال مندوب الصحه والسلامه حنا كنتفاجئوا على انه نزاهه الانتخابات، وكنأكد على هذه النزاهه ديال الانتخابات اللي الشرعيه ديالها كتستمد من الاراده العليا ديال التوجيهات الساميه ديال سيدنا اللي عطى بضروره احترام اختيارات الناس، وكان ناخبي الصحراء هم يعني الاولى على ان تحترم ارادتهم بين ناخبيها المهنيين منهم. كيفاش نقابه اللي حصلت على 11% من التمثيل على المستوى الوطني وفوسبوكرا هي الرقم 1، فوسبوكرا لا تحترم ارادتهم واختياراتهم. هذا تمييز على اساس انتماء النقابي، وهذا مجرم دوليا وطنيا. التجزئه السكنيه احنا ما قدينا نعرفوا هذه اللعنه التي تصيب فوسبوكرا خصوصا في شقه الاجتماعي. احنا تحدثنا عن تجزئه من 2007 وعدلت، احنا اليوم ما فتوزعت لدرجه الناس اللي سيميسيوناو عليها في 2008 خلق اللي مات ومن قضى نحبه. الى اينت عدد البقع اللي الان بحوزه فوسبوكرا يتجاوز عدد الشغيله اللي كاين، ولكن تبقى مجرد ارض وحلمها مازال كاين، ولا يندافعوا عن الملف بين اولوياتنا، لا يندافعوا عن الملف. جامعه محمد السادس متعدده التقنيات اللي كاينه في الواد، البلاكه فيها جامعه محمد السادس المتعدده التقنيات، والداخل ديالها المعهد الزراعي ما عرف ديالاش. الاشكاليه على انه حتى نحن كمعنيين كفوسفاطيين وفوسفاطيات فوسبوكرا ما عارفين وسط ديال الاداره شنو. فونداسيون فوسبوكرا تحمل اسم فوسبوكرا ولا علاقه لها بشغله فوسبوكرا، ما كاع عارفين هي منين وذا تعدل هو شنو.
جميع المراكز فيها العديد من المراكز الاجتماعيه الخاصه للابناء الفوسفاطيات متقاعدين وناشطين، الا فوس بكره. الناس راه ما خاصها الحريره، الناس خاصها السكن. فوس بكره ما خاصها الحريره، خاصها السكن. القريه المنجمي بكرع، وانا الاخ المذن في بكرع، عن اي قريه منجميه يتحدثون؟ البرنامج اللي دار في 2008 في بكرع مديور على اساس انه كل بكراعي في بكرع اللي تعود عنده بتي فيلا تحول بقدره قادرين عاد ديزابارتمون، الان غير مؤهلين للسكن البتة، فراش ما بدل 14 سنه. وعن اي قريه منجميه؟ بكرع بدون ماء لحدود الساعه. من المسؤول عن عدم تشغيل محطه معالجه مياه الشرب في بكرع؟ اذا وتتحدثون عن رقم انتاجيه اللي الحمد لله فوس بكرع رقمها موجود، وحنا عندنا في هذا العام الحدود العلمي اللي في راسي 3 ملايين. كيفاش غنوصلوا هذا 3 ملايين والاوراش متهالكه والمرافق مدقدقه كامله، النقل مدقدق؟ شغيله فوس بكرع تعالي. وقفتنا غدا اليوم تقول على انه سلاسل الانتاج من بكرع الى البور الشركه تاع فوس بكرع، شركتنا كاملين، حنا كاملين كنساهم في هذاك الباطيمون. يا غير حقنا الاجتماعي والاقتصادي والمهني خاصو يعود كاين، وحق ابناء هذه المنطقه في التشغيل. واللي كان الامل اللي جابته الزياره الملكيه في 2016 كان املا لابناء المنطقه كاملين، خاصهم يكملوا الدفعه الثانيه، خاصهم يلقاو بلادهم اهل المنطقه في داخل اكبر شركه اقتصاديه في مدن الصحراء. توضيح الرأي العام المحلي. فونداسيون، بالنسبه للفونداسيون دورها على ابناء المنطقه في الاستفاده عن كل المعطيات الاستفاده كيستافدوا من ابناء المنطقه. انا كنقول لك على انه حنا ممثل عمالنا كاع ونقابتنا وفوسفاطياتنا وفوسفاطيينا ما يعرفوا كاع بلاد بيروها واش قال يعرفوش تتعدل. ما عندنا عليها ما هو بعض النشرات ماني عارفش تعدل نشوفوها من الحين الاخر، لدرجه اننا نتفاجئوا عن اسم فوس بكرع خالق في اشهار معين ولا شي ذاك نبتو. فيما يخص فونداسيون فوس بكرع ما كاين حد يعرف شنو كان فيه. اولا هناك مجموعه من الشعارات اللي كتعطيها لا فونداسيون او الشركه بصفه عامه، ولكن مجرد شعارات في الاوراق. في الواقع ما كاين والو. نمشيو غير الاشكاليه ديال عمال المناوله، نجيو نشوفوا عمال المناوله في فوس بكرع راه يشتغلون في ظروف ديال العمل راه خطيره. تكون واقعي انه لا يعقل على انه عامل كتعطيه 3000 درهم كتوقع له اكسيدون كتضغط عليه باش ما يديكلاري لاكسيدون، هادشي راه حي خطير. نمشيو للاشكاليه ديال التشغيل. الاشكاليه ديال التشغيل راه كيف ما تطرقوا الاخوان على انه تم ديكلاراسيون على التوظيف ديال 1250 عامل، 500 ايميديات منداز. كنشوفوا ما مصير الدفعات اللي باقيه، مع ان كننتموا لواحد الجهه اللي فيها اكبر معدل ديال البطاله في المغرب. لا يعقل على اننا نبقاو حنا هون كنجيبوا الناس من بلايص اخرى نخدموا. حنا عندنا الناس هنا اللي في امس الحاجه للعمل. للاشاره على انه مجموعه من التحولات اللي كتقولها الشركه وهذا الشيء كيبان لي مجرد شعارات. حنا بالنسبه لفوس بكرع عرف تطور مهم من واللي اكدته المشاريع اللي تلقى صاحب الجلاله في 2016. والمشاريع كاينه موجوده، المشاريع الصناعيه الان حد دخل البلاد ديال الديفلوبمون، ما يسمى بالمنطقه ديال التطوير ديال فوس بكرع اللي فيها الميناء وفيها البلاصه ديال التخزين وفيها بلاصه. فبالارقام حنا غتكون فوس بكرع يعني رائده في المجال ديال صناعه الفوسفات. الاشكاليه هو ما بين الاراده والتنفيذ. هون فين كاين المشكل، انك تعتمد على المناوله وتشغلها بابخس الاثمان
مد 100 ركاج وقف ذاك النهار على خلاصه ما تخلص. تجيب الحريره الفسطاطين خلص غير 100 واحد. الائمه ديال المساجد اللي ما يتخلصوا ما هو عاقب الشهر وشهر ما يخلصوا. كاين العديد من الامور اللي يندى لها الجميع. فيسبوك راح تتطور، خاص اراده حقيقيه لتطوير الوضعيه المهنيه والاقتصاديه والاجتماعيه للشغيله. ترى موجوده مركز الضياف ندورو، هذا حلم ديالنا. سيماس اللي يعني بالصحه ديال الناس موجود، كاين خاصو لا يكتمل البنايه ديالو. خاص اراده حقيقيه ما بين التنفيذ، اراده موجوده، المشاريع موجوده، الفضه موجوده، خاص تنفيذها واخراجها على ارض الواقع. كاينه هذه الاشكاليه بشكل عام. حنا اليوم كنقولوا على انه الصحراء واقاليمها ماشي في تطور مستمر. اشكاليتنا في سوء تنزيل، وليس سوء النية، سوء التنزيل او تدبير بعض الملفات الاجتماعيه اللي كاينه. فمني كنقولوا لا استقرار اجتماعي للعنصر، لا استقرار للعنصر البشري، هذه اشكاليه. مني كنقولوا على انه بكره على المنجم القريه فيه كاين التراب، كاين فين ممكن نديروا العديد من الامور. فالاراده ما كاين، اراده التنفيذ ما كاين، اراده التنزيل ما كاين. باش نكون واضحين، النقابه الحره للفساد اللي تم منافع على هذه العمليه هذه، اللي تم منافع على المطالب ديال الناس، هذه شركتنا كامل، هذه ثروتنا، ثروه الجميع اللي غندافعوا عن مكاسبها، انها اثرها المباشر المهنيه والاقتصاديه لا على الشغيله في بكره وعلى المنطقه بشكل عام. الاخوه في المراكز قرروا وقفات احتجاجيه، جميع المراكز امام الادارات ديال هذا. كانت الخميس في خريبه كما قلت لكم، الاثنين كاينه العيون، الثلاث بن قرير، الخميس المقبل كاينه اسفي. هذا مسلسل نضالي الان، وكتعرفوا الاجواء الرمضانيه حنا غادي نسالوا المسلسل ان شاء الله ربنا، ونشوفوا رد فعل الاداره العامه والادارات المحليه. ردود افعالنا هذه ليست رد فعل، هذه معركه الحفاظ على ديمقراطيه الصناديق، معركه ديال الحريات، ومعركه على احترام الانتماء النقابي. لانه لا خلينا هذه الامور تتخطى 2027 لاش اللي نديروا انتخابات تاع الناس اللي تصوت وبالتالي لا تحترم اختياراتها. إلا ما استجابت الإدارة الملف المطلبي ديال النقابة الحرة للفساد وحقها في التفاوض والحوار، فالسلم الاجتماعي أقبرته الإدارة نهار الجمعة 15 مارس. لا يوجد السلم الاجتماعي اللي عرفوا المجمع منذ سنين. راه كنقول لكم 18 سنة ديال الحوار الاجتماعي، وكان المجمع يعيش في سلم اجتماعي. الآن لا سلم اجتماعي، ما حد المطالب ديال الملف المطلبي ديالنا ما تفاوضناش عليه، ما جلسناش مع الإدارة اللي كاينه فيها. وشوفوا حنا كنراقبوا، نقدروا نمشيو حتى ما يتيح لنا القانون نقابيا على ان نديروا في الميدان. راه الاضراب حق مشروع، الاعتصامات حق مشروع، الاحتجاج حق مشروع. لهنا نمشوا بشكل عام الجميع اللي السبل النضاليه باش تحقق المطالب ديالنا ونحفظوا الحق ديال النقابه الحره للفساد في الدفاع عن الحق في التفاوض والحوار. الاشكاليه ديال المناوله راه من بين الامور اللي كيراقبها السيد مندوب حفظ الصحه والسلامه داخل فسبوكرا. فكيراقب العمليه ديال عمال المناوله وظروف عملهم، واش عنده الضمان الاجتماعي ديالو، واش عنده حقوقه، واش عنده لي زوبي ديالو، واش عنده كيعيش بيئه، كيخدم في بيئه سليمه. الاداره بما ان المندوب الصحه والسلامه ما بغاتش هذه الاداره هذا تنفذ التعيين ديال سي حما ولا سيدي اليعقوبي، فتتحمل المسؤوليه. حنا بدورنا ملي كيطلعوا عندنا الشكايات كندخل مباشره. راه تكلمت على بكره على انه الاشكاليه ديال المرافق لا في بكره ولا في البلايه ولا في العيون، اشكاليه هذه في الملف المطلبي ديالنا راهي فيه.
السؤال ديال حول لماذا المعركه مع الاداره؟ هل هي نتاج ديال الاقصاء او نتاج ديال الملف المطلبي الشامل ولا من بعد الحرمان؟ اولا معركتنا ديال الحرمان ديال الاخ مندوب الصحه والسلامه من تعيينه، فرا وقفه احتجاجيه في شارع السمر مع حاج محمد الساكس، واللي تم المنع ديالها والتدخل، وعبرنا على راينا وراسلنا الجهات المعنيه وتكلمنا عنه. هذا حتى هذا ملف كيدخل في اخبار الوقفه ديال غدا. يعني الوقفه الاحتجاجيه غدا هي نتاج حقيقي لاقصاء النقابه الحره من حقها في التفاوض. حنا رانا الانتخابات تخطات 2021 شهر 6 2021، فاوضنا مع الاداره العامه وفاوضنا في الاداره العامه في السي اس اللي هي لجنه المفاوضات الجماعيه، فاوضنا في 2021 كنقابه حره للفسطاط وسنينا بروتوكول اتفاق، فاوضنا في 2022 وسنينا بروتوكول اتفاق النقابه الحره للفسطاط. اذا لماذا تم اقصاء النقابه الحره للفسطاط؟ هذه السنه من حقها في التفاوض. ملف مطلبي ديالنا شامل يشمل جميع مطالب الشغيله في المراكز كامله، واللي دوره كنأكدوا على انه اللي نترافعوا عنه في كل شيء. وهذه بدايه الاحتجاج ان شاء الله ربنا، اللي بدات وخري يبقى، وغدا ان شاء الله ربنا العيون، ولن نقف عند مجرد وقفه احتجاجيه ان شاء الله ربنا باذن الله. تفضل سيدي. معركتنا اجابه على السؤال ديالك، معركتنا هي ماشي معركه عندنا على حساب غدا ولا على حساب بلد. معركتنا ولا نضالنا هو نضال مستمر، لاننا يعني حنا دورنا هو ندافعوا عن العمال ونصونوا حقوقهم ومكتسباتهم. اللي كنشوفوا اليوم على انه بلادنا قاطعه اصوات متقدمه في مجال حقوق الانسان ومؤسسات الحوار، الا كنتفاجئوا على انه اللي هي اداره مركزيه نسفت هذا الحوار كامل باش تقصي طرف معين اللي كيمثل واحد شريحه كبيره من العمال باش تقصيه. يعني راه تجاوز خطير هذا. اما فيما يخص نضالنا فهو نضالنا مستمر. والسلام. السلام عليكم. تفضل، عندك شي اضافه؟ نتكلم على بكره خصوصا. بكره الاشكال الاساسي عن النفوس بكره شنو؟ على ان الاداره اللي كاينه مازالت ما استوعبت ولا مازالت ما قدرت تفهم على انها تشرف على اكبر مؤسسه في المنطقه، وهذيك المؤسسه بحكم الحجم ديالها الانتظارات اللي متوقعه منها خاصها دير ياسر من الامور. انا نتكلم من الشق بكره بحكم انني وين كنشتغل فيه وعايش فيه. بكره ما يمكن نسموها جماعه، فهمتي؟ لانك كتشوف حجم الانتاج وحجم هذه المؤسسات اللي كاينه، ولكن على ارض الواقع ما كاين والو. منين كتدخلها تقدر تدخل من الجماعه وتمرق وما تعرف عنك تخطيت من الجماعه. هذا الاشكال حنا رانا نناقشنا مع انه كنقابه، بعض المرات تجاوزنا حتى مشينا بعيد مع الاداره في ياسر من الامور، ولكن للاسف مازالت المشاكل في بلادنا. والاداره واش ما باغا تستثمر؟ واش عندها شي رؤيه؟ كاين شي سؤال؟ بالنسبه لكم انتم مطالبكم مطالب اجتماعيه عندنا مركز نفس الضمن النقابات الثانيه، واش كاين شي اجتماع بيناتكم تحاولوا تمشيو في هذا الخط اتفاقكم او انتم كتعاملوا النقابه بانكم ماشيين في هذا الاتجاه؟ السؤال الثاني بالنسبه للوقفه هذا واش وقفه اللي يكون استخدام تاع السلطه، واش درتوا اتصالات تاع مطالبات على اساس هذه الوقفه؟ شنو هي اذا كانت المنع من السلطات شنو ردكم انتم كنقابه؟ انسحاب؟ شكرا. بالنسبه للنقابات الاخرين، النقابات راهم اختاروا انهم ينسقوا بيناتهم، هذا اختيار ديال النقابات الثانيه وهذا شان يعنيهم. كيف ما في اي قطاعات كاين نقابات كتنسق بينها في اطار اخترت على ان النقابات الاربعه الاخرين لانهم ينسقوا بيناتهم. احنا وحدنا اللي دايرين الوقفه غدا. النقابات الاخرين كلها اختياراتهم كينسقوا بيناتهم. بالنسبه للسلطه حنا عطينا الاخبار ديال السلطه، خبرناها بان غنديروا الوقفه وغادي نديروا الوقفه غدا ان شاء الله. نمنع ام لم نمنع لحد الساعه ما كاينش المنع، وغدا ان شاء الله ربنا حنا واقفين قدام اداره السكر مع 4:30. قدرنا على ان النقابه الحره للفسطاط ستناضل ميدانا في الشارع العام داخل الاوراش
حنا غدا غادي نكونوا في الشارع العام، غنكونوا قدام اداره سوس بكره، ما غنقفلوا شارع، وغادي ان شاء الله ربنا سنصدح باصواتنا لهذا الشيء اللي كاين.